السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تحفيل التحفيل. يا جماعة، وربنا اللي بيحصل في مصر ده والكورة يعني حاجة صعبة جدا. الموضوع بقى فوق العقل. احنا مفيش كورة. الاتحاد دمر الدنيا، بالمحسوبية، بالرشاوي، بالانحياز لنادي معين. وزير الشباب طالع يقول يعني أنا هتجنن. بيقول لك احنا غير مسؤولين عن طريقة القيد ده الاتحاد. انت وزير ازاي؟ يعني وزير مسؤول ومش مسؤول. انا المسؤول بس انا مش مسؤول. فين يا راجل؟ يعني هو انا لو خلص الفول انا مش مسؤول؟ انت واقف على عربيه فول في الشارع؟ ايه يا عم؟ ايه يا سيدي؟ يعني ما ايه انا مش مسؤول دي؟ غريبه قوي. ومصر تخسر كده من الشباب. احنا ولا منتخب ولا شباب ولا اي حاجه جماعيه. الاتحاد ضيعنا بسبب اللي بيحصل جواه. ما ينفعش. الزمالك بيخسر ومستواه واقع. طب الزمالك متعودين على كده. الاهلي انا هتجنن. انا هتجنن. يا جماعه، قفشه وعبد القادر دول سرطان. دول سرطان في النادي. انا مش هكلمك في الكره الحديثه، مش هكلمك في التقسيم، مش هكلمك في ان اللعيبه لازم يكون في حركه ومجهوده يكون زياده في الملعب، ولازم يبقى ليه دور قدامه وورا وفي نص الملعب، ومين رقم 8 ومين رقم 10. هكلمك بلدي، هكلمك بالطبيعي. يعني هكلمك اتنين مفاتيح اللعب. اتنين مفاتيح اللعب اللي بيحركوا الفرقه. اتنين مفاتيح اللعب اللي بيحركوا الفرقه. اتنين اللي هما الربط ما بين ورا وقدام. قفشه وعبد القادر. الاتنين اللي بنعتمد عليهم كنجوم الفرقه وشايلين الفرقه ومهاريين. عندهم المهاره، عندهم اللمسه. ده منظر لعيبه عندها المهاره واللمسه. قفشه وعبد القادر سرطان. وارجع واقولها، سامي قمصان هو سبب من الاسباب، لسبب انا بعتقد و90% هو سبب من اسباب ترشحات ورأي جزء بسيط من الرأي في ادخال الفكره الكولر او اي مدرب اجنبي بيجي. يا جماعه، يعني اي حد كان بيشكك في موسيماني حسبي الله ونعم الوكيل. اي حد قال كلمه غلط على موسيماني حسبي الله ونعم الوكيل. موسيماني يعني باللعيبه دي كان عامل انجاز. موسيماني لو معاه كواليتي كويس كان فجر الدنيا. كنا الراجل ده طمعنا في كاس العالم، انتوا فاهمين؟ موسيماني طمعنا في كاس العالم. كل المدرب كبير على عيني وراسي، ولكن عنده اخفاقات، عنده مشاكل. شوف الكرة بتاع سان داونز، شوف اللمسه، نفس اللعب. يعني فكره اللي اتفرج على الماتشين النهارده، نفس اللعب. الترجي والاهلي، ترجي وصن داونز، نفس الطريقه. الكره السلسه، الوان تو هوبا تك هوبا عند الجون. في ربط، في لعيبه عندها كواليتي، في لعيبه بتفكر. انا مش فاهم ايه اللعيبه اللي بتلف حوالين نفسها دي وترقص وتلفوا. يا جماعه، ده لعب شوارع. ده احنا اللي لعبنا شوارع ما بنلعبهوش. يعني احنا اللي لعبنا كوره في الشارع ما بنلعبهوش كده. دول سرطان. الاهلي مش هيفوق ويلعب كوره كويسه الا لما دول يمشوا. انت في ربط، في الربط اللي بيحرك الفرقه. العقل اللي بيحرك الفرقه. مفيش عقل، مفيش. انت شلت العقل، بقى حمار ماشي في الملعب. حمار. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني ارحمونا، ارحمونا. مشكله الاهلي احنا عارفينها. مشكله الزمالك معروفه طول عمرها. مشكله الكوره في مصر بقت معروفه. هما حاجتين: الاتحاد الكوره ومحمد صلاح. خلاص قفلها محمد صلاح. قفلها. قفلها بعديه محمد صلاح. يعني احنا دلوقتي المنتخب بننزل ابني خطتك على محمد صلاح. باصي شوت هوب ارفع لمحمد صلاح. ما عندناش كوره، مش عايزين يعملوا فرقه. حتى الشباب. مين محمود جابر ده؟ اقسم بالله انا ما يعني نسيته، ومش فاكر له غير شهر تقريبا في الاسماعيلي، وما افتكرته غير دلوقتي. واول مره يعني يجي في دماغي او اربط الحدث ان هو ابو عمر جابر ده، ولا يعني ايه ده؟ ايه الكوره دي؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ يعني الاهلي ارحمني، ارحمونا من قفشه. ده انا بحب الاهلي يا جماعه، ومعجون من الاهلي من صغري. وهكره اتفرج لاول مره في حياتي، هكره اتفرج على كوره بسبب قفشه وعبد القادر. يا جماعه، ده انا يعني انا يعني قفشه ده انا اختلفت مع اصدقائي واصحابي قاعدين بنتكلم واختلفنا، وكان يعني في الشهر اللي بعد القضيه على طول بعد نهائي القرن. قلت لهم ده مش كويس، ده لعيب مش صانع لعب، ما بيعرفش يلعب. واختلفنا مع بعض وزعلوا، والموضوع كبر وصوتنا عالي في الشارع. ودلوقتي كل مصر بتتكلم ان ده مش لاعب.
يعني غريب قوي. ايه، الكرة في مصر خلاص، يلا السلامة، سلام.